السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبيبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا اله الا الله وحده لا شريك له. عايزه اقول لكم صباح الخير وصباح الورد وصباح الفل وصباح كل حاجة حلوة وصباح الرزق كمان. بصوا بقى، النهارده يوم مش عادي. النهارده في حد هيساعدني في تنظيف السطوح، فبصوا اللي هو مبسوطه جدا يعني. بصوا عملت ايه، طلعت كل البط بتاعي بره كده في الشمس. ليه؟ لانه هيطلع اكتر من نصه النهارده. ازاي هيطلع اكتر من نصه النهارده؟ عيله كده يعني، ربنا يديهم الصحه والعافيه. هيجوا النهارده عايزين 50 بطايه. فالنهارده باذن الله هطلع البط المولر الكبير ده عشان نفضي لشهر رمضان الكريم ان شاء الله. منزله دوره في المزرعه كده صغيره، وهنزل دوره تانية ان شاء الله، عشان زي ما قلت لكم كده ليا زباين يعني، وليا ناس كده ايه بتاخد حاجتها بتاعت الشهر كلهم. اتصلوا عليا امبارح وقالوا احنا عايزين البط بتاعنا. طبعا 50 بطيه كتير جدا، ما اقدرش انضفهم ولا اقدر اذبحهم، فمش هضحك على نفسي يعني. قلت لهم لا، لو انتوا محتاجينهم صحيين خدوهم، لان هم لو قالوا لي مثلا من فتره عايزين 50، وكنت كل مثلا يوم كل يومين اذبح لهم 5 6 مثلا واعملهم، كان هيبقى كويس. لكن كده طلبوا الكمية كلها مرة واحدة وعايزين 50 بطة. قالوا لي عايزينها متنضفين بصراحة. بس أنا بصراحة ربنا، حتى الست اللي بتساعدني أنا وهي مش هنقدر نعمل 50 بطاية في يوم، ولا عندي مكان في الفريزر يشيل ال50 بطاية. فقلت لا، أنا قلت لها يا حاجة لو أنت محتاجاهم صحيين تعالوا خديهم واذبحوهم في أي منضفة. كده كده احنا هننضف برضه، هناخد تنظيف. فاي منظفه هتنجزهم ليكي، وهينضفهم لك مثلا خلال ساعتين 3 كده ولا حاجه، او حتى خلال اليوم مثلا. فقلت بما اني هخرج البط بقى اشيل الطبقه بتاعته. شايفين البط بيعمل طبقه جامده كده. بس طبعا بصوا تحت ناشف خالص ازاي، عشان الناس تقول ان احنا خايفين نربي على السطح. لا بصوا تحت ناشف خالص ازاي. وكمان انا عامله السقف بتاعي باسمنت، اللي هو جايبه اللي هي الدكه اللي بتقولوا عليها دي، او اسمنت كده وزلط والحاجات دي. وعامله طبقه كبيره اسمنت فوق فوق السقف نفسه. بصوا بقى تحت تراب ازاي. يعني شلت الطبقه اللي فوق. عايزه اقول لكم ان انا جبت الولاد وجوزي وقلت لا ده انا بصوا خلاص انا اصلا خلصانه فعلا، لاني كنت بنظف في المزرعه بقالي كام يوم وكنت بنظف لوحدي هناك بقى، فما كانش في حد بيساعدني فيها. طبعا انتوا عارفين امتحانات الولاد الايام دي، بسيبهم من المذاكره بقى. وجوزي ما كانش فاضي، وقلت له لا انا ماليش فيه، انتوا تيجوا كلكم معايا تساعدوني كده فوق، لان انا بدي خلطه الفراخ النهارده، كمان خلطه الاكل يعني هعملها معاكم. فانا مش فاضيه يعني، انا عايزه انجز في الموضوع. رحت الاول كان عندي شويه كتاكيت وشويه بط كده مش كتير، وزعتهم لناس كانوا حاجزينهم بقالهم فتره. ورحت على المزرعه الاول برضو، اكلت اللي فيها وظبطتهم. وجيت بقى على هنا. بص رؤى شاطره جدا. رؤى دي اكتر واحده في ولادي بتعمل معايا الحاجه يعني، اللي هي ما بتتعبنيش. تعالي يا رؤى نعمل كذا، يلا يا ماما. تعالي يا رؤى نروح المزرعه، يلا يا ماما. تعالي يا رؤى نطلع فوق ناكل الطيور، يلا يا ماما، على طول. وحبيب شويه برضو. لكن ابني الكبير بقى ده يعني الله يصلح حاله. بيتعبني جامد لما بقوله تعالى اعمل معايا حاجه يعني. المهم بقى ايه، قلت يلا ننضف. طبعا هما كانوا اللي هما يعني كانوا بيعملوا لي بالكوريك، يعني بيطلعوا لي اللازق بالكوريك، وانا بقيت اعبي كله. وبرده الشكاير كلها يعني نزلناها كلها في نفس اليوم. فالحمد لله السطح نضف جدا يعني. او عند الطيور، لان السطح بره انا بنضفه كل يوم ويوم، او كل 3 ايام، او مرتين في الاسبوع بنضف السطح من بره انا لوحدي، مش محتاج حد معايا. ليه؟ لان السطح اصلا مش عليه طيور من بره خالص. السطح فاضي. انا بقفل على الطيور بتاعتي في الاوض، وبقفل عليهم عشان الشتاء طبعا الجو صعب، ما ينفعش ان هم ايه يقعدوا في السطح وهو كده بره. لكن العشش اللي جوه دي او الاوض انا معرشاها تعريش كويس ومتقفله طبعا طوب، فما بقاش فيها برد زي السطح يعني. فالسطح اصلا خالي، مش عليه حاجه خالص. فانا ايه اللي هو ممكن مثلا نص ساعه افتح للطيور، نص ساعه كده يتهووا، وبعد كده بقفل عليهم تاني. فالنص ساعه دي بقوم منضفه وكنسه وراهم على طول. وممكن اقعد 3 ايام واقوم منضفه السطح كله كله واخليه زي الفل زي ما انتم بتشوفوا كده معايا يعني. فهي مكان الطيور اللي جوه بقى دي اللي كانت عايزه تتنضف. نضفت كده. انا اصلا اتاخرت شويه، لان انا في شهر 11 كده، وفي شهر 10 بقوم منضفه تحت الطيور كله. وبقوم رشه كلور عشان احافظ على الطيور بتاعتي عشان فيروسات. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. العمليه دي بعملها مثلا كل شهرين كده، بقوم منضفه كل السقف كله كله، واقوم رشاه بالكلور. تمام. رش الكلور ما بيتعبش الطيور، بس يكون كلور مخفف مش كلور خام. فبدأت ان انا اعمل كده اهو. بصوا كنت بعبي بايدي الاول تمام، فهو قال لي لا
جوزي يعني قال لي لا استنى وانا هعبي عليكي بقى بالكوريك كده عشان ننجز. قلت له تمام. بصوا ما بعرفش اعبي باي حاجه تانية. يعني ناس بتقول لي هاتي جاروف مثلا كبير، عندي جاروف كبير ما بيشيلش الحاجات دي لان بيبقى صعب جدا، فبضطر ان انا بقى ايه اعبي بايدي لان الكوريك بيبقى تقيل عليا. حتى اما بشيله شويه يعني بعبي بيه شويه بيبقى لازم حد يمسك لي، حد يمسك لي الشكاره وانا اعبي كده، فما بقاش حد معايا من الولاد، فبيبقى الموضوع صعب بقى، بضطر ان انا اعبي بايدي كده. فسامحوني بقى على المنظر يعني، بعتذر، بس حبيت اوريكم ان احنا ايه نضفنا مكان الفراخ ودلعناهم عشان ما يبقاش ليهم حجه بقى. بما اني اصلا هخرج البط يعني النهارده باذن الله. فكده الموضوع انتهى كده خلاص، مش هيبقى عندي طيور كتير كبيره فوق، غير شويه فراخ كده برضو بلدي. برضو هخرجهم يعني ان شاء الله باذن الله كلها كام يوم كده، وهخرج منهم برضو، مش هخليهم عشان زي ما قلت لكم دورات رمضان. عايزه اقول لكم ان الطيور غاليه جدا الايام دي طبعا عشان العلف، ارتفاع العلف الرهيب اللي احنا فيه. طب الناس هتقول لي طب ما هو العلف نزل شويه، ما هو العلف نزل شويه وطلع تاني نيلها بنيله. ومش العلف بس، ده الطيور الصغيره غاليه جدا. عايزه اقول لكم ان البط المولر النهارده البطايه عمر يوم عامله 22 جنيه. فده افتراء ولا مش افتراء؟ ظلم ولا مش ظلم؟ ظلم طبعا وافتراء. يعني لما اجيب بطايه عمر يوم عامله 22 جنيه، طيب واكلها علف، لو انا اكلتها علف بقى هيبقى اصلا خساره، يعني هبيعها بالخساره. لكن انا طبعا بعمل لهم الخلطه اللي هتشوفوها معايا دلوقتي في الفيديو. تمام، بس في البدايه لازم ياكلوا علف. بصوا جبت جيركن من الكلور اهو، جايبه برميل عاملاه كلور، ماشي برميل كامل عاملاه كلور خام، ومزوداه ميه وشويه صودا كده. وبدات ان انا ارش المكان كله. طبعا انا مش هجي أنا هي الطيور، مش برش عشان طيور تانية، لا هي الطيور اللي هتدخل دلوقتي فيه. لكن انا هجيب دورات تانية غير الدورات اللي عندي في المزرعه كمان باذن الله، لاني بيطلب مني طلبات كتير، والبط اللي عندي مش هيكفي اصلا لاني جايبه عدد قليل، فمش هيكفي برضو الناس اللي بتطلب مني. تمام. عايزه اقول لكم اتهد حلي في اليوم ده حرفيا كده. ليه؟ عملت الخلطه وشلت الشكار ونزلتها ونضفنا المكان ورشيته، هما سابوني ونزلوا بقى خلاص. جم بقى الناس ياخدوا البط، ادور على العيال راحوا الدروس. عايزه اقول لكم ان انا اتفحمت في مسك البط، يعني اللي هو قعدت امسك 50 بطايه لما طلع عيني. ناس تقول لي البط ده ذبح، ذبح. بط المولر يا جماعه الخير بيتذبح على 70 يوم، تمام، بتذبح على 70 يوم. فانا عندي كذا فئه، انا ما بجيبش كله فئه واحده. يعني انتوا شايفين مثلا بط رمضان اللي انا جبته على مرتين، جبت مره مسكوفي وجبت مره بيور على كام واحده مولر كده، مش كتير يعني. ولسه هجيب دوره تانية. ليه؟ عشان يبقى عندي على طول، مش يبقى عندي مثلا دوره وتخلص. يعني أنا كده هيبقى عندي دوره مثلا وخلصت زي ما انتوا شايفين كده. حد عايز 50 فانا كده جبت ال50 فخلصتهم وخلاص، لا طبعا بيبقى عندي وراهم 50 وراهم 50 مثلا او 30 او 40 على حسب العدد يعني. فبعمل كده دايما. ادي اهو الخلطه اللي انا بعملها ايه. عملت ايه هوريكم دلوقتي عملت ايه. بصوا بقى البطاطس رخيصه جدا الايام دي، ناس تقول لي ب7 جنيه، انا ماليش دعوه باللي ب7 جنيه، انا بجيب بطاطس رفيعه او غير صالحه لاستخدام الادمي. طبعا من 3 سنين بالظبط وكنت عملت لكم فيديو عن البطاطا والبطاطس، 3 4 فيديوهات عن البطاطا والبطاطس كاكل طيور. تمام. انا يا جماعه الخير دلوقتي ما جربتهاش في الفراخ البيضاء لحد النهارده، ومش عايزه اجازف بصراحه، لان انتوا عارفين الحاجه بتتكلف كتير جدا. وكل الناس اللي كتبت لي وقالت لي اكلنا الفراخ بطاطا وما نفعتش معانا الفراخ البيضاء، وما نفعتش معانا وماتت مننا وجالها اسهال، واللي وزنها ثابت واللي طبعا انا ما اكلتش بطاطا لحد النهارده للفراخ البيضاء، انا باكلها للبط وللفراخ البلدي. لكن الفراخ البيضة بعمل لها خلطات تانية زي ما انتوا شفتوا كده الفيديو بتاع الفراخ البيضة اللي وزنتها معاكم. ما شاء الله عندي فراخ معديه 6 كيلو. تمام. بصوا بقى انا جبت اهو الخلطه بتاعتي وقلت يلا بقى نعمل لهم. انا جبت رده وجبت بطاطا، انا جايبه كميه بطاطا ما شاء الله، جايبه الكيلو على 2 جنيه. تمام. يعني جبت شويه كده وزناهم في شكاره طلعوا 40 كيلو. اقفلي ورا الغساله. طلعوا 40 كيلو. لو مقفوله افتحي الغطا واقفلي تاني عشان بتصفر اهي. المهم ايه، جبت شوال بطاطا الكيلو فيه على 2 جنيه ماشي. فجبت 40 كيلو ب80 جنيه. وجبت بقى شوية بطاطس كده كانوا شروة كده باقيين مع حد. ما شاء الله زي ما انتوا شايفينها كده بطاطس كده زي ما انتوا شايفينها كويسة وحلوة جدا. طيب البطاطس جبتها الأربعة ب10 جنيه. جبت شوية حوالي 25 كيلو كده. جبت الأربعة ب10. بصوا بشرة البطاطا اهي. أنا دي وصفتي من حوالي 3 سنين لو انتوا تفتكروا. بنفس القعدة كده وقعدنا بشرنا كده أنا والولاد البطاطا قد كده قدامكم ونزلناها.
هتنزليها. بصوا زي ما انتم شايفين كده، كل واحد بيبشر شويه، كل واحد عليه الدور. بس انا بصراحه ربنا جبت الكبه برضو وعملت بيها شويه حلوين قوي، بس خفت على الموتور يبوظ، قلت لا. طيب ليه ما سلقتهاش؟ اول حاجه كده، انت لو سلقتيها وركنت قدام الطور بتاعك شويه، هتلم الدبان وهتعفن وهتبقى ريحتها وحشه جدا، او هتحمض. تمام. لكن دي حتى لو انت قلبتها في الرده زي ما انا هقلبها دلوقتي كده، قلبتها في الرده كويس جدا، وركنت معاكي 3 4 ايام و5 ايام واسبوع، عادي جدا تعمليها في الرده، تقلبيها في الرده وتسيبيها، مش تعبيها في شكاير يعني، وتسيبيها متهويه كده على السطح، فعادي جدا لو قعدت اسبوع و10 ايام وبتبدا تجف وتبقى زي العيش الناشف، فعادي جدا مفيش مشكله. عملت لهم بقى خلطه حلوه، بطاطس على بطاطا، عشان ايه؟ ما يبقاش مسكر بس، يبقى مسكر ومش مسكر الاتنين مع بعض. عملت كميه حلوه اهو من البطاطا، وما زلنا بنعمل لحد دلوقتي يعني، وما زلنا بنبشر لحد دلوقتي. وكان معايا حوالي 4 كيلو من الدشيشه اهو. بصوا بقى الدشيشه دي انا عامله ايه، مش جايبه دشيشه مش شارياها، لا انا جايبه ذره صفرة. تمام. وانا مودياها المكنه الدش عندنا دشتهم، يعني انا بجيب ذره ما بجيبش تشيشه. ليه بقى؟ ايه الفرق؟ دي تمن دي، بس الدشيشه بيبقى متشال منها حبه الجنين من جوه، لكن دي ما بتشالش منها الجنين بتاعها، ذره الحبايه الكامله يعني، فبتبقى فيها غذاء اكتر وفايده اكتر. جبت بقى العيش وبدات ان انا اكسره كده، بس المفروض ان انا كنت دش اصلا عيش، بس وديته المزرعه وكسلت ان انا اروح اجيب. جبت عيش وكسرته كده، ضفته برضو على الخلطه بتاعتي شويه عيش حلوين كده. بصوا انا شاريه بالكيلو زي ما قلت لكم، بشتريه طري وبشتري ناشف. عملت الخلطه بتاعتي خلطه حلوه كده برضو، واللي هي ايه هتريحني برضو شويه. قعدنا نكسر كده وعملت الخلطه حلوه عشان ناكل البط. كنت بقى وقتها قبل ما اعمل الخلطه دي يعني، كنت مسكت البط الكبير اللي هيخرج، اللي هو ال50 بطايه. تعالوا بقى اقول لكم، شوفوا حد هيقدر يعمل العمله دي ولا انا بطله بجد. مسكت ال50 بطايه، كل 5، يعني ما بقيتش اقدر امسك اكتر من 5 انزلهم تحت، لان البط ما شاء الله وزن البطايه 4 كيلو 4 كيلو ونص. وجبت وكان عندي بقى ايه شويه عدس كده، ده بروتين. شويه عدس كان عندي لما كان رخيص، مش النهارده عشان الناس هتقولي العدس غالي، اللي كان عندي انا حطيت العدس عشان يدي نسبه بروتين، وحطيت ملح طعام زي ما انتم شايفين كده. العدس كان عندي والله لو قلت لكم ان انا كنت جايباه، بس كان هو ده بيبقى ايه، عدس غير صالح للاستخدام يعني، اللي هو مثلا صلاحيته منتهيه، او بيبقى واقع منهم في الارض فبيكنسوه يلموه يعني، كناسه او كده للعدس. المهم ايه، المهم بقى يا حبايب قلبي ايه، مسكت بقى 5 5 وانزلهم تحت واطلع فوق، 5 5 وانزلهم تحت واطلع فوق. عايزه اقول لكم ان انا العبايه طبعا اللي كنت بنضف فيها يعني الحمد لله اتبهدلت، زي ما بقول لكم دايما الطور مبهدله عباياتي. والله شفتوا بقى نزلت 10 مرات وطلعت 10 مرات بالبط بتاعي، يعني 10 مرات انزل واطلع من الدور الاول للدور الخامس. فيبقى انا بطله ولا لا؟ قولوا لي في الكومنتات، والله انا بطله بجد يعني. حتى لما بقول للولاد يقولوا يا لهوي قدرتي. وعايزه اقول لكم قبلها كنا منزلين اصلا شكاير الكنسه من تحت الطيور، فلا ده انا تهدي حيلي النهارده، لما بقول لكم تهدي حيلي يبقى تهدي حيلي. طيب النهارده بقى مفيش اكل، يعني ايه مفيش اكل؟ يعني مش هعمل اكل النهارده. انا شفت كده حد منزل عن فسيخ حلو جدا، فقلت لا ما بدياش بقى انا اجيب فسيخ جاهز بقى وعيش وياكلوا وخلاص، ما بعد هدة الحيل ده هيبقى صعب جدا ان انا اعمل اكل يعني. فجبت فسيخ، بما اننا قبضنا اصلا من فلوس البط يعني، الحمد لله ربنا كرمنا، فكده تمام. طيب بعت البط المولر على كام؟ بعت كيلو البط المولر على 45 جنيه. ليه بقى؟ لان البط مستوي حلو جدا جدا، مش زي بط المزارع. بط المزارع بيفوروه على 60 يوم المولر وطلعوا له صغير جدا، لكن ده ما شاء الله ما شاء الله كان حاجه كده زي الورد. شايفين ده اللي باقي؟ ده مش يعني ده الاصغر، انما الكبير اللي انا خرجته ده الاصغر اهو، برضو قدامه كده 10 ايام ولا 15 يوم ان شاء الله باذن الله، بس يكمل الريش بتاعه وهخرجه. هو كده عمر حوالي 55 يوم، فان شاء الله 15 يوم على عمر ال70 يوم او 75 يوم وهخرجه. الخلطه دي بتخلي طعم البط مسكر جدا وزي العسل كده. كمان الناس بقى ايه اللي بتقول طب احنا هنربي، طب احنا مكلف. يا جماعه والله العظيم هتربي اي نعم بيتكلف، مش هنقول حاجه ما بتتكلفش، لان احنا اصلا بنشتكي من اكلنا، فما بالك اكل الطيور يعني. بس بيبقى خير في البيت في الاول وفي الاخر، في الاول وفي الاخر هتتزنقي في حاجه هتبيعها. هنا انا بعت، كان عليا فلوس للعلف كتير بصراحه، كان عليا حوالي 8000 جنيه علف. بعت البط بتاعي وسديت فلوس العلف. تمام. يعني هتقولي مثلا طب انت استفدتي ايه، طب انت خدتي ايه؟ انا عندي خير لسه وسديت اللي عليا، فالحمد لله.
يعني انا ما خدتش منهم حاجه من الفلوس، بس اللي هو خلاص يعني بعت منهم وسديت حاجه لاكل الطيور التانية، يعني اكل الطيور التانية، اكل الحمام واكل وما شاء الله يعني انا لو اتزنقت مثلا ومعيش فلوس هقدر ان انا ابيع دلوقتي اي حاجه. دكارين بط بلدي مثلا، كيلو البط البلدي رفع جدا ووصل 75 جنيه، بس انا بصراحه ببيعه على 65، والحمد لله يعني بيبقى رزق من عند ربنا وربنا كرمنا فيه. فلو اتزنقت هبيع لي دكارين بط بلدي مثلا، مش عايزاهم. كمان عايزه اقول لكم ان البط المسكوف الصغير اللي كنت مربيه في المزرعه باض عندي دلوقتي. يعني باض على ايه؟ والله انا بستغرب، اول مره في حياتي تحصل عندي. والبط المسكوفي يبيض قبل وهو عنده 4 شهور ونص. ده